فهي اللي بيحصل ان كل سنه بتبقى اصعب من اللي قبلها. يعني لو رجعت تاني في الفتره بتاعت ملاك اسكندريه والرهينه والشبح والمنطقه دي كلها، الواحد كان ما كانش حامل، ما كانش عنده قلق زي ما هو موجود دلوقتي، لانه الكومبيتيشن بقت صعبه جدا من ناحيه ما يقدم في العالم كله. واي حد بيتفرج على اي حاجه في اي وقت في اي مكان. ودايما انا عندي حته الغيره، اللي هو الخواجه مش احسن مني، دايما عندي الحته دي وما بقبلهاش على المستوى الشخصي. لا انا احسن وانا اقدر اعمل، احنا نقدر نعمل احسن من كده. فعشان كده دايما كل سنه بتبقى اصعب، بس ربنا يقدرنا ونوصل ده، لانه في الاخر احنا اتربينا على ان الفيلم ده المصري ده احنا بنسميه الفيلم العربي اللي بيتشاف في كل حته. وده اللي احنا بنسعى له، ان هو يفضل دايما موجود ويفضل ناجحين دايما ونفضل نقدم الجديد، خاصه ان احنا استلمنا كجيل من اساتذه كبار، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ احمد زكي، واستاذ عادل امام، مع حفظ الالقاب طبعا، اساتذه كبار. فاحنا عايزين نكمل ده، واللي يجي بعد كده يكمل ده. هو ده